ايوه يا بابا. نعم. ايه يا ابني وحشتني. طب قول انت عايز ايه بقى؟ يعني انا غلطان يعني ان انا بسأل عليك. طب هو سلام ده، انا نازل القهوه بسرعه. سلام سلام. انا اول واحد وبخمسة اهو. 7 نزلت وادي 10 نزلت. احلى مسا عليك يا ربنا يبارك. ايه بالغالية. انا هجيب لك واحدة زيها. ماشي يا عم العب بقى. يلا بينا ثانية واحدة يا رجالة. معايا اصبر ثانية واحدة. السلام عليكم. صباح الفل. قصدي مساء الفل. انا برضه مش عارف، انا كل مرة طلعوني انا اللي بكلم بنات مش عارف ليه. لا اصبري معايا النهارده عمر صاحبي الانتيم بتاعي. خد. الو. طب 5 واكلمك. سجل نمرتها. سجلتها يا عم. سجلها. وادي ال 20 جنيه يا جدعان اهو يا ابني المحظوظ. هاخد كل اللي في الترابيزه. ايه ده؟ ايه ده؟ لا انت اللي بتقوم. لا انت والمصحف لا معلش بقى. هات ال 20 جنيه بتاعتي. عمر فين عمر؟ يا ابني تعالى يا ابني. يا عم بص. عمر انا فين؟ انا فين؟ احلى مسا عليك ربنا يبارك. ايه بالغالية. انا هجيب لك واحدة زيها. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يعني انا غلطان يعني ان انا بسأل عليك. ايه يا ابني وحشتني. انا اسف. يا رب نفسي ارجع. نفسي ارجع يا رب. السلام عليكم. صباح الفل. قصدي مساء الفل. بمسح لهم كلها. تمسح ايه؟ تعمل ايه يا عم؟ تردش عليا ليه؟ لا اصبر معايا النهارده عمر صاحبي الانتيم بتاعي. لا انت لا انت والمصحف. معلش بقى. هات ال 20 جنيه بتاعتي. ماشي يا عمر. يا ابني تعالى يا ابني. انتوا السبب. يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام ابن علي: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل له: ما هي؟ قال: التوبة والاستغفار. التوبة من أحب الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب إن احنا نقرب له بيها. التوبة كما وصفها الإمام علي هي نجاة لينا من عذاب يوم القيامة، والنجاة لينا من ذنوب في الدنيا بتبعدنا عن ربنا. وزي ما هي نجاة، هي فرصة تانية لكل عبد في الدنيا بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعايز يقرب له، عايز يرجع له ويعتذر له، وعايز يقول له ان القرب منه اهم بكتير قوي من اي معصية، واهم بكتير قوي من اي لذة. بس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في شروط للتوبة ديت. قال لنا ان هو بيحب في التوبة امور معينة عشان نعملها علشان ربنا يتقبل منا توبتنا. يلا بينا مع بعض نعرف ربنا ازاي بيحب ان احنا نتوب له، وازاي بيحب نكون مسلمين صح. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها في التوبة سرعة التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: انما التوبة على الله.
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن أي حد بيعمل ذنب بجهالة وهو مش عارف قدر اللي بيعصيه وهو مش عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده بيتوب لربنا من قريب بسرعة، ربنا بيغفر له، وده وعد من ربنا. عارف ليه ربنا بيحب ان العبد يتوب اليه بسرعة؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتتوب بسرعة بيشوف في قلبك معزته عندك، وبيشوف في قلبك انت بتحبه قد ايه. لان انت اول ما بتحس ان انت بتعصي ربنا بتجري عليه وبتستغفره وبتتوب اليه وبتقول له يا رب انا اسف، يا رب انت اهم عندي من اي لذة، يا رب انت اهم عندي من اي معصية، وبترجع له. طب عارف ليه ربنا بيحب التوبة كمان بسرعة؟ لان مع كثرة الذنوب دي تتراكم وبتعمل زي حجاب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل ما تحاول تقرب من ربنا تفتكر ذنوبك وكأنها بتفكرك بتقولك هو انت بتعمل ايه؟ هو انت يعني ربنا هيغفر لك؟ ربنا بعد كل اللي انت عملته ديت وبعد كل الذنوب دي كلها ربنا هيسامحك؟ فعشان كده ربنا دايما قال لنا ان احنا نتوب له قريب، نتوب له بسرعه، علشان نبقى دايما حاسين ان احنا قريبين من ربنا، ان احنا بنحاول دايما ان احنا ما نعصوش، ولو عصيناه نرجع له ونتوب له بسرعه. تاني حاجه ان انا ابقى صادق في نيتي، صادق في ان انا هتوب لربنا والذنب دوت انا مش هرجع له مره ثانيه. في الشرط دوت ربنا بيختبر فينا صدق النيه، بيختبر فينا الندم على الذنب اللي احنا عصيناه بيه. يعني ان انا ما بقاش بتوب لربنا لمصلحه، ما بقاش بتوب لربنا عشان ينجحني، ما بقاش بتوب لربنا علشان يساعدني في الدنيا، لا انا بتوب لربنا فعلا لان انا ندمان ان انا بعدت عنه، وندمان ان انا عصيته وهو رب العالمين. ابقى ندمان فعلا من قلبي ان انا بعدت عن ربنا واستبدلت للحظه قربه بشهوه او لذه او معصيه. عشان كده دي تاني حاجه ومن الحاجات المهمه اللي ربنا بيحبها جدا في التوبه. تالت حاجه ودي مهمه جدا واغلبنا بيقع فيها، ان انا استكبر الذنب. يعني ايه استكبر الذنب؟ يعني ابقى شايف ان انا الذنب اللي انا عملته دوت ربنا مش هيغفره لان هو عظيم في نظري او لان انا داومت عليه. ابن عباس بيقول كل ذنب اصر عليه العبد كبير، كل ذنب اصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد. يعني الذنب فعلا اللي هو كبير فعلا ان انت تشوف ان في ذنب ربنا مش هيغفره، لكن اي ذنب تاني ربنا ان شاء الله هيغفره مادام انت تبت بسرعه، ومادام انت كنت صادق في نيتك، ومادام انت عرفت ان فعلا ربنا صادق في وعده، وان انت تبت لربنا وانت مطمئن ان ربنا هيغفر لك ذنوبك. في الاخر لازم نعرف ان ربنا مش بس بيقبل التوابين، لا ربنا كمان بيحبه. طب ده ازاي ده؟ يعني انا عصيت ربنا وتبت اليه وبيحبني، مش مجرد قبلني. اي حد في الدنيا انت لو غلطت في حقه ورحت تعتذر له ممكن يسامحك وممكن لا، ولو سامحك ممكن صعب قوي ان هو يرجع علاقته بيك زي ما كانت، لكن ربنا لا، كل ما تغلط في حقه وتتوب ربنا بيفرح بتوبتك وربنا بيقبل عليك وبيحبك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا بيحب التوابين. ليه بيحب التوابين؟ لان هم الفئه اللي دايما بتوري ربنا مع كل ذنب بيتوبوا منه منزله ربنا في قلوبهم، ان هم بيحبوه قد ايه، وان هم حريصين على ان هم يبقوا قريبين منه قد ايه. علشان كده ربنا بيحب التوابين. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك لما تتوب له من ذنب انت عملته فيه بقصد او من غير قصد، بعلمك او بجهلك. الرسول عليه الصلاه والسلام وهو المعصوم كان يتوب الى الله ويستغفره في اليوم 100 مره، فما بالك بنا واحنا بنفعل الذنوب ممكن نكون حاسين بيها او مش حاسين. علشان كده مهم جدا ان احنا نداوم على الاستغفار، نداوم على الاستغفار حتى لو انا حاسس ان انا ما عصيتش ربنا في مسافه قريبه او في وقت قريب، استغفر لان اكيد في ذنوب انا عملتها بس انا مش حاسس بيها. الرسول عليه السلام كان بيقول يا رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. يا ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. ربنا بيحبك، ربنا عايزك ترجع له، ربنا عايزك تبقى مسلم.
زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قرآن وماشي عالأرض عامل بيه، هو الطريق للجنة وبسنته نعلى، وفي طاعته نلقى الدنيا نور وسلام. بنفسي هبدأ واتغير عشان الجنة تستاهل، عشان العمر ده قصير وانا لامتى هكون غافل. هفكر